مرحبا بكم في قناة زينب كوك. وصفة اليوم بعنوان بوريك تركي بحشوة الدجاج. وصفة مشهورة ولذيذة، تنفع للغداء والعشاء وتنفع لفطور شهر رمضان. يعني قبل ما نبدأ تشتركون في القناة وتفعلون زر الجرس ليصلكم كل جديد. حشوة الدجاج اللذيذة: نحتاج ملعقتين من الزيت، نحطهم بمقلاة على النار، بصلة مفرومة، نستمر بالتحريك لين يشدر لون البصل، فليفلة خضراء، جزر مبشور، نحركهم قليلاً، نضيف دجاج مسلوق ومفتت، نضيف بهارات اللي نرغب فيها، نضيف مكعب ماجي مع القليل من ماء سلق الدجاج، كزبرة أو بقدونس، ملعقة كبيرة من الجبن السائل. الآن الحشوة جاهزة. لعمل التشريبة نحتاج نص كوب من الحليب السائل، ثلث كوب زيت، ملح وفلفل أسود، حبتين من البيض، وممكن إضافة ربع ملعقة من النشا لزيادة القرمشة. ممكن نعمل نص كمية الخليط. نحتاج عجينة جلاش، ندهن العجينة بالخليط، نضع حشوة الدجاج، نصفها في صينية مدهونة بالزيت، ندهن الوجه بخليط البيض، نقطعها بالسكين ليسهل تقطيعها بعد الاستواء، ونرش الوجه بالسمسم وحبة البركة. الآن توضع بالفرن على نار عالية من أعلى وأسفل إلى أن تتحمر. شكراً للمشاهدة، ولطفاً ضع لي ابتسامة في التعليقات.